السلام عليكم ومرحبا بكم دايما مع الوصفات السهلة البسيطة الراقية العصرية والتقليدية. اليوم إن شاء الله راح نعطيكم موسكوتشو الدوز دوز. وشكون اللي ما يعرفهاش؟ موسكوتشو خفيفة خفيفة بواحد الكريمة بنينة ولا أروع. قبل ما نبداو غالياتي بالمقادير طريقة التحضير، نقول لكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس هكذا باش كننزل فيديو جديد يلحقكم. إذا غالياتي نبداو بسم الله على بركة الله. مقادير وصفتنا لنهار اليوم جد بسيطة واقتصادية وكامل. ان شاء الله تقدروا ديروا الموسكوتشو هذه اللي هي الدوز دوز، سهلة وبنينة وكامل ان شاء الله راح ديروها. اول حاجة هنا عندي زوج حبات تاع بيض تكوني جبدتيهم من قبل، يعني يكونوا دافيين. تقدري ديري بيضة واحدة تكون يعني بحجم كبير. نضيفوا لها اول حاجة هي 12 مغرفة تاع السكر. نضربوا المقادير مليح مليح بالباتور احسن. ما عندكش الباتور تقدري ديري الفوي، يعني الباتور راح يسهل عليك الخدمه. بعد ما نشوف هذاك السكر تاعنا ذاب راح نزيدو 12 مغرفه تاع حليب. الحليب يكون عادي يعني مش راح تسخنيه. كما قلت لكم 12 مغرفه تاع حليب. نزيدو نروح نضربوا الحليب هذا مع المقادير الاولى اللي هي زوج حبات تاع بيض مع 12 مغرفه تاع السكر. واذا كان يعني البيض مش متوفر عندك تقدري ديري حبه تاع بيض واحده تكون يعني بحجم شويه كبير. صدقوني الوصفه تاع نهار اليوم البنات موسكوتشو خفيفه خفيفه كي القطن. تقدري ديرها قهوه العشيه، تقدري ديرها لضيافك حتى لمناسباتك. بعد ما خلط هذاك الحليب البنات راح نزيدو بنفس المغرفه 12 مغرفه تاع زيت. شوفوا البنات مقادير متوفرة في كل بيت وان شاء الله كامل راح تديروه. وانا متاكده اذا درتوها راح تنجحوا فيها، راح تجيكم موسكوتشو والاروع. بعد ما خلطت هذوك المقادير كامل راح نحيو هنا في المرحله هذه الباتور ونكملوا بالفوي. نديروا 12 مغرفه تاع فرينه، يعني 12 مغرفه تكون بومبي، ما تكونش بومبي بزاف وما تكونش ممسوحه، يعني في الوسط. 12 مغرفه تاع فرينه ومعاهم كيس خميره الحلوى واحده. ونسيت البنات نقول لكم كي درت البيض درت مغرفه صغيره بومبي تاع لافاني. ولافاني تقدري ديري حتى ليكيد المعطر المتوفر عندك تاع لافاني. نخلط الفرينه مليح حتى نتجانس لي مع المقادير الاولى. تبداي تحسي بالخليط تاعك بدا نوعا ما يثقل. في الوقت هذا ولا في المرحله هذه الفرن تاعي راني شعلته على درجه 180. لازم ديروه في البدايه الفرن تاعكم يكون سخون. نحضر السنيوه تاعي اللي هي انا البنات درت السنيوه تاعي 30 على 25، لكن من الاحسن حاولي ديرها 30 على 20 باش تجيك شويه طالعه، باش من بعد كي ديروا هذيك الكريمه مش راح تعبكم. بقاو معايا درك نفهمكم. شوفوا البنات بعد ما فرغت هذاك الخليط نحكم بالكيردون ولا بالموس. حاولي تخرج هذوك الفقاعات كامل اللي في الخليط تاعك باش من بعد تجيك ولا طيب لك على استوى واحد. نروح ندخلها للفرن. في البدايه تكون درجه الفرن تاعنا مرتفعه غير تطلع، من بعد نقصي لها باش تطيب في غرضها وتنجح معاك. وفي الوقت هذا للكيك تاعي ولا الموسكوتشو تاعي راه يطيب. نروحو نحضروا الكريمه هذه اللي مدت الكيك تاعنا ولا الموسكوتشو تاعنا ذوق خرافي، ذوق بنين بنين، اللي هي علبه تاع دانات ونزيدوا لها علبه تاع بودره شونتي. نروحو نضربوهم مع بعض حتى نشوفوا الكريمه تاعنا بدات تطلع لنا. في المرحله هذه نروحو نجبدوا الكيك تاعنا ولا الموسكوتشو تاعنا نلقاها طابت، خليوها غير تبرد شويه. شوفوا البنات كون ديروا في السنين كيما قلت لكم 30 على 20. شوفوا راح الموسكوتشو تاعكم تطلع لكم قد قد مع السنيوه. كي تجيو ديروا الكريمه مش راح تعبكم، يعني كي تحاولوا ديروها بالكوباد درك تشوفوا الطريقه يعني راح تجيكم على استوى واحد وما تعبكمش. انا درت السنيوه تاعي 30 على 25. شوفوا شويه الكريمه هذه كي نديرها تبقى لي على الجوانب تاع السنيوه. بعد ما حطيت هذيك الكريمه نحاول نوزعها بالشكل هذا البنات، يعني نعطيو لها استواء واحد. نسقموها بشوي بشوي. في البدايه ديري بالمغرفه ومن بعد كملي غير بالكوباد. كي تسقميها هذا هو الشكل النهائي تاعها. تروحي تذوبي قطعه تاع الشوكولا، اي شوكولا متوفره عندك. انا هنا البنات درت شوكولا اوبتيلا ونحاول نديرها في بوش وديري خطوط بالشكل هذا. حاولوا يعني الشوكولا تاعكم تكون يعني دايبه مش راح تعبكم. ديروا خطوط بالشكل هذا، يعني طريقه سهله سهله البنات. صدقوني كي ديروها راح تجيكم موسكوتشو خفيفه خفيفه مع الكريمه هذه تعطيها واحد البنه ولا واحد الذوق هايل هايل. بعد ما درت البنات الخطوط بالشكل هذا كتبقاو معايا دوك نكملوا. واش راح نديروا دوكا؟ نحكموا كيردون ونحاولوا نديروا خطوط بالشكل هذا. يعني في البدايه راح نديرهم خطوط من التحت، من بعد نعاودوا ندوروا السنيوات تاعنا ونديروا العكس باش يجيونا خطوط متساويه بالشكل هذا. راح تعطي الكيك تاعنا
شكل يكون شباب، واكيد الذوق بلا ما نحكي لكم. يعني لو كان التصوير يوصل الريحه والذوق راني وصلت لكم الذوق تاع المسكوتشو تاعنا وريحتها. في المرحله هذه ديروها في الفريجيدير تحكم شويه روحها وقسموها. كل وحده تقسم كما تحب بالحجم اللي تحب والشكل اللي تحب. شوفوا يعني حاولت نقسمها مربعات يكونوا صغار لانها طالعه. شوفوا بسم الله ما شاء الله، بما انه انا درت السنيوه تاعي نوعا ما كبيره شويه، وشوفوا جات طالعه. نتوما كون ديروا 30 على 20 تجيكم قمه الروعه. بسم الله ما شاء الله. موسكوتشو خفيفه خفيفه كي القطن، تستاهل التجربه. قد ما قلت لكم يعني بنينه وسهله ما تصوروش. لازم البنات تجربوا هذه الوصفه تاع نهار اليوم. في الاخير نقول لكم ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو والقناه على مواقع التواصل، هكذا اللي ما يعرفش قناتي يتعرف عليها. واكيد تقدروا تخليوا لي كومونتير وتقولوا لي رايكم في القناه وفي الوصفه. في الاخير ما تنساونيش بدعوه الخير.